بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انتوا معايا في قناة انتوخة هانم مع اسماء ابراهيم. لو اول مرة تشوفوا القناة بتمنى من حضراتكم ان انتوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بعمله. هتلاقوا معايا فيديوهات حلوة يعني روتينات للطبخ وكده. يلا بينا نشوفوا الفيديو وان شاء الله الفكرة بتاعته تعجبكم. ما تنسوش اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، انا النهارده جايه لكم فكره جديده كده. الفكره ديت انا شفتها في جروب يعني، فحبيت ان انا افيدكم بيها. الناس اللي عاوزه تحوش ومش عارفه وعاوزه طريقه سهله كده، معايا طريقه حلوه خالص والله وعجبتني، وان شاء الله كلنا نجربها وتنفع يعني معانا. هكتب لكم كده في الورقه وهوريها لكم في الكاميرا من قريب. تنفع للناس اللي هي بتقبض يعني كل شهر، والناس التانية برضو يعني سهلة كده في اولها ان هي تشجعك ان انت تحوشي. وفي نفس الوقت مش مكلفة يعني. لو مثلا انا هبتدي من شهر 9 اللي هو احنا فيه ده، مثلا شهر 9 اهوت، انا هجرب لكم الكراسة عند الكاميرا وهتشوفوها. مثلا يوم 1 ويوم 2 ويوم 3 لحد يوم 30 مثلا. الطريقة ازاي بقى؟ انا هو كتبت اهوت الشهر 1 و2 و3 و4 لحد يوم 30. الطريقة بقى بتاعتي ان انا مثلا يوم 1 هحط جنيه، يعني يوم 1 هحط جنيه واحد، يوم 2 هحط 2 جنيه، وهفضل ماشية كده. يوم 3 هحط 3، يوم 4 هحط 4. هفضل ماشية بالطريقة ديت لحد يوم 30 هحط 30. يوم 28 مثلا هحط 28 جنيه مثلا. يوم 15 هحط 15. تمام. الطريقة ديت حلوة خالص، ان هي سهلة كده اهوت. انا جربت لكم الكراسة ديت الايام بتاعة الشهر، يوم 1 و2 و3 لحد 30. وديت الارقام بتاعة الفلوس اللي انا هحطها. يوم 1 هحط 1 جنيه، ويوم 2 هحط 2، ويوم 3 لحد يوم 30. طيب لو في ناس بتقبض بقى في اول يوم في الشهر، نعكس الحكاية. يعني يوم 30 هحط جنيه عشان مثلا ما يكونش معاها فلوس او حاجة. يوم 28 احط مثلا 2 جنيه تقريبا، وافضل ماشية بالعكس لحد ما اوصل يوم 1 احط مثلا 30 جنيه. الطريقة ديت حلوة يعني وسهلة. على اخر الشهر ممكن تجمعي حوالي 500 جنيه كده، او 500 الى 5 جنيه يعني. سهلة خالص وحلوة كده ومفيدة. البنات يعني جربتها ونفعت معاها. انت ممكن تمشي بقى ان انت تحوشي مثلا كل اسبوع. يعني مثلا في ناس بتحوش كل اسبوع، تحط مثلا 10 جنيه كل اسبوع مثلا يعني، او اللي انت تقدري عليه، مش شرط مبلغ معين. وفي ناس بتحوش كل شهر، ان هي مثلا تحط كل شهر 200 جنيه في حصالة كده، هي حطها على جنب كل شهر 200 جنيه. وفي ناس تانية بتحوش مثلا كل يوم. الطريقة بتاعت اللي احنا قلناها دي تنفع كل يوم. تمام. وينفع تاخدي منها 200 جنيه او 300 جنيه تخلوهم تحويش شهري، يعني انت تعمليها كل يوم واخر الشهر تاخدي منها 300 وتخلي الباقي معاكي. كأنك بتحوشي شهر. لو احنا مثلا عملنا بالاسبوع، خلي مثلا ما تحطيش في الحصالة مثلا اقل من 7 جنيه. تمام. يعني كل اسبوع ما تحطيش في الحصالة اقل من 7 جنيه لو انت ماشية بالاسبوع. يعني لو فضلوا معاكي من مصروف او حاجة، خليها كل اسبوع مثلا مبلغ ما يقلش عن 7 جنيه، كأن كل يوم جنيه كده. تمام. ولو اكتر بقى طبعا يعني خلاص ما فيش مشكلة. لو كل شهر زي ما قلت لك، في ناس بتحوش بالشهر بتدفع مثلا في الحصالة، او بتحط في الحصالة 100 او 200 اللي ربنا يقدرك عليه. فلو انت مشيتي بالطريقة اللي احنا قلناها في اول الفيديو، هتحطي 300 او 400 كمان، لان هيتوفر معاكي فلوس. انت محوشة مثلا في كل يوم جنيه او 2 او 3، هيتوفر معاكي ان انت تحطي في الحصالة كل شهر 300 او 400. تمام. في ناس هتحوش كل يوم، مفيش مشكلة. ديت اللي هو بيفضل معاها، مش شرط مبلغ معين. يعني كل يوم ديت ممكن تفتح الحصالة بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3. فديت على حسب المبلغ اللي انتوا تحطيه. لو كل يوم جنيه. تمام. الفكرة حلوة وان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم كده اما تجربوها اهي. لو هي ديت كل يوم، هيبقى كل يوم اي مبلغ، مش شرط كل يوم فلوس معينة يعني. تمام. الفكرة سهلة يعني. هو كل شهر الطريقة اللي احنا قلناها، وكل يوم اي مبلغ. كل شهر ديت الطريقة اللي احنا عملناها هيطلع معاكي حوالي 490 جنيه.
تمام. هتاخدي منهم 400 مثلا وتحطهم في حصالة شهرية بقى، هي دي الطريقة اللي احنا قلناها. او ممكن تصرفيهم تعملي بيهم اللي انت عاوزاه. تمام. ان شاء الله الطريقة ديت تكون عجبتكم وتستفيدوا بيها، الطريقة اللي احنا عملناها ديت في اول الفيديو. وزي ما انت حابة تعملي اعملي، مفيش اي مشكلة. ويا ريت لو عملتي الحصالة ديت وفي الاخر فتحتيها ما تنسيش تحطي منها مبلغ، لو 10 جنيه بس او لو 5 جنيه لله كده سبحانه وتعالى، ربنا هيبارك لك وهيرزقك يعني من واسع ان شاء الله. بتمنى من حضراتكم ان انتوا لو عجبتكم الفكرة تضغطوا لايك على الفيديو. ولو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا علشان وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. هي الفكرة ديت ما كانش لها دعوة بالطبخ يعني، بس هي فكرة عجبتني لقيتها في جروب، وان شاء الله تستفيدوا منها يعني، وقلت افيدكم بيها واقولها في القناة. ان شاء الله تستفيدوا بيها، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.